الحسن البصري رحمه الله يقول، اسمع لهذه المقولة العظيمة، يقول: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن. أنت لما تقول الله أكبر ويبدأ يقرأ في الفاتحة، إيش يصير؟ ما يصير بينه وبين الله مناجاة؟ إيش الدليل؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي. فيقول هذا العبد وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: ولعبدي ما سأل. ها